اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى طاجن رز معمر. هقول لكم بقى النهارده على كل التريكات والتفاصيل اللي عايزين تعرفوها علشان تعملوا بيها احلى طاجن رز معمر. هنعرف مع بعض ازاي الرز يبقى طري جدا ومفلفل في نفس الوقت ومش ماسك في بعضه ولا كتلة واحدة، وكمان ازاي نعمل الوش الكريمي ده باللون الذهبي التحفة ده بمكون بسيط خالص. كمان هنعرف مع بعض التسوية المظبوطة وكل اللي عاوزين تعرفوه ان شاء الله في فيديو النهاردة عن الرز المعمر الفلاحي على اصوله. هنقول كل التفاصيل مع بعض، كمان المقادير بتاعته مظبوطة جدا وان شاء الله يعجبكم. يلا نبتدي مع بعض في فيديو النهارده. بس لأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير واشتراك في القناة اللي لسه جداد على القناة، ويلا مع بعض نبتدي. مبدئيا كده واول حاجه بنعملها بنجيب كميه الرز اللي احنا عايزين نعملها، وهنجيب الطاجن اللي هنعمل فيه الرز، وهنبتدي نحط الرز في الطاجن لسه قبل ما نغسله بالشكل ده. يعني انا مثلا هعمل 3 كوبايات من الرز، ابتديت احطهم في الطاجن بالشكل ده، وهبتدي اوزع الرز كله في الطاجن بشكل متساوي. والخطوه دي بنعملها علشان نعرف الطاجن او مقاس الطاجن المظبوط على كميه الرز اللي احنا عايزين نعملها. شايفين بقى مستوى الرز اقل من نص الطاجن، لازم يكون المستوى بتاع الرز اقل من نص الطاجن، يعني بيبقى حوالي كده تلت الطاجن. لو زاد عن كده بتلاقوا الرز بيعلى جدا معاكم، لان طبعا الرز بيزيد لما بيستوي. هتلاقوا الرز مش مستوي كويس من جوه اولا، هتلاقوا الرز بيقع من الطاجن، وطبعا الوش بتاعه هيبقى مش متساوي خالص. اخدت بقى كميه الرز دي وغسلتها غسله كويسه جدا لغايه ما الميه بتاعته بقت شفافه. ونيجي بقى للاضافات اللي احنا هنحطها. انا هستخدم الزبده البلدي البقري، طبعا اي زبده تقدروا تستخدموها، لكن الزبده البلدي بيبقى طعمها مميز جدا طبعا في الرز المعمر. وتقدروا طبعا تستبدلوا الزبده بالسمنه، لكن الرز الفلاحي الاصلي بيتعمل بالزبده. لكل كوبايه من الرز بتاخد معلقه كبيره من الزبده، معلقه من معالق الطعام العاديه خالص، ونص معلقه كبيره من الزيت. طبعا انا ضفت 3 معالق كبار من الزبده ومعلقه ونص كبار من الزيت، ودلوقتي هضيف معلقه ونص صغيرين من الملح، يعني كل كوبايه بتاخد نص معلقه صغيره من الملح. ضفت على المقدار كله معلقه صغيره مش مليانه من السكر، ده بيدي طعم مميز جدا للرز، مش بيبقى مسكر ولا اي حاجه، لكن بيديكوا الطعم المميز بتاع الرز المعمر الفلاحي. يعني كل كوبايه من الرز بتاخد تقريبا ربع معلقه صغيره من السكر. نقلب بقى الرز كويس قوي مع الزبدة والزيت والإضافات اللي احنا ضفناها لغاية ما كل رزاية كده تتغلف بالزبدة وتبقى عندنا بالشكل ده. دي من الحاجات اللي هتخلي الرز معاكم يكون مفلفل، وكمان إضافة الزيت مع الزبدة برضو هتخلي لكم الرز يكون مفلفل ومش معجن ومش ماسك في بعضه. نيجي بقى للطاجن. الطاجن أنا دهنته بحوالي معلقة صغيرة من الزبدة، دهنت القاع بتاع الطاجن والجوانب كمان. وتقدروا تستخدموا اي نوع من الطواجن، الفخار او صينيه الومنيوم او طاجن سيراميك زي ما انا عملت النهارده، يعني اي طاجن تقدروا تستخدموه مفيش اي مشكله خالص. نيجي بقى نحط الرز بتاعنا ونسويه كده في الطاجن. شايفين بقى الرز بعد ما غسلناه وضفنا عليه الاضافات بيزيد شويه كمان، ولسه كمان لما يستوي هيملى لنا الطاجن. نيجي بقى للحليب اللي احنا هنضيفه على الرز بتاعنا المعمر. الحليب لازم يكون مغلي زي ما انتم شايفين كده، يعني ما يكونش ساقع، ما يكونش بحراره المطبخ، لازم يكون سخن ومغلي. لكل كوبايه من الرز بتاخد كوبايه ونص من الحليب. حابين تحطوا كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الميه، او كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الشوربه، يعني دي حاجه في ايديكم زي ما انتوا عايزين، كله هيطلع حلو زي الفل ان شاء الله. انا النهارده هضيف الكميه كلها من الحليب، يعني ضفت 4 كوبايات ونص من الحليب. والكوبايه اللي بنعاير بيها الرز هي لازم تبقى هي نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها السوائل. والحليب اللي انا كنت مستخدماه حليب بلدي جاموسي. هنقلب بقى الرز مع الحليب بالطريقه دي علشان ندوب السكر والملح، لانهم لو ما دابوش هيتكتلوا في مكان واحد، وطبعا دي هتبقى حاجه مش حلوه خالص. بنقلبهم يعني تقليب خفيف مع الحليب وهو سخن جدا، فهيدوبوا بسرعه جدا. دلوقتي بقى هسيب الطاجن بتاعي حوالي ربع ساعه، هسيبه زي ما هو كده، مش هدخله الفرن دلوقتي. انا عايزه الرز يتنقع في الحليب السخن وينفش ويديكوا بقى نتيجه رهيبه. نيجي بقى للوش الكريمي الرهيب جدا اللي هنحطه على وش الطاجن، وطعمه بقى رهيب. هحتاج لمعلقتين كبار مليانين من الزبادي. انا استخدمت الزبادي البلدي طبعا اللي احنا كنا عاملينه في فيديو مع بعض قبل كده، بحب بصراحه جدا اعمله في البيت. هسيب لكم اللينك على قناتي التانية علشان تتفرجوا عليه. هضيف عليهم كمان معلقتين من القشطه وش الحليب، او القشطه البلدي او القشطه اللي بتبقى عند اللبان. نيجي بقى للمعلقه السحريه اللي هتديكوا اللون الرهيب بتاع طاجن الرز المعمر، وهي معلقه صغيره من العسل الابيض، بيديكوا اللون الذهبي الروعه بتاع طاجن الرز المعمر، بجد تحفه جدا.
عايزه اقول لكم بقى ان اضافه السكر بكميه بسيطه خالص على الرز واضافه العسل على الوش بتاع الرز مش بيخلي طعم الرز مسكر، لكن بيظبط الطعم جدا، وبجد مش هتقدروا توقفوا اكل منه. هناخد بقى الوش الكريمي اللي احنا حضرناه ونحطه على وش الطاجن اللي احنا سيبناه ربع ساعه، وبعد ربع ساعه بتلاقوا الطاجن بقى عامل وش متماسك بالشكل ده، وده بالظبط اللي احنا عاوزينه علشان لما نضيف بعد كده الطبقه الكريميه او الوش الكريمي اللي احنا محضرينه ما ينزلش قوي يختلط بالرز ويفضل على الوش كده طبقه سميكه حلو جدا. نيجي بقى للتسويه المظبوطه بتاعه الرز. هنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200 من تحت بس، مش هنشغل خالص الشوايه. هنحط الرز على الرف الاوسط لغايه بس اول 10 دقايق، بعد كده هنهدي الفرن على درجه حراره 170. وانا هنا بتكلم على الافران الغاز، انا الفرن بتاعي غاز، لكن لو الفرن بتاعكم كهرباء بيبقى حامي شويه فهنقلل الحراره لغايه 160. هنسيبه بقى لغايه ما يستوي تماما، بياخد حوالي 35 ممكن يوصل ل 45 دقيقه حسب حجم الطاجن اللي انتوا عاملينه. يعني لو طاجن صغير بياخد وقت اقل شويه، ولو طاجن كبير بياخد وقت اكتر شويه. زي ما انتوا شايفين هتلاقوا الوش بتاعه اخد اللون الذهبي التحفه ده من غير اي شوايه ولا اي حاجه، وبيستوي عندنا من جوه، وتلاقوا الرز كله من جوه طري جدا وكمان مفلفل مش معجن ومش ماسك في بعض. شايفين بقى الجمال لما بتيجوا تقطعوه بيتقطع معاكم قطع بالشكل ده، ومن جوه بتلاقوا الرز مفلفل وطري وبجد طعمه روعه، وهيشرفكم ان شاء الله في اي عزومه. يلا جربوا الرز المعمر بالطريقة دي وإن شاء الله يعجبكم وتنبسطوا بيه. ما تنسوش لو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا دلوقتي على طول في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعارات بكل الوصفات الجديدة، وما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. واشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم جدا. باي باي.